السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهاتنا، تابعونا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. سنة جديدة وسعيدة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها وعلى الشعوب العربية والدنيا كلها يا رب، وتكون سنة خير وبركة ويبعد عننا كل حاجة وحشة يا رب، يعني ورضا من الرحمن وكل حاجة يا رب. هنا بقى ابتديت معاكم الفيديو بتاعنا بقى كده على طول. قلت لكم انا جبت حمص هنا، بصوا غسلاه ونقعاه، وجبت نعناع وخضره واللي في الطبق الازرق ده سبانخ. النعناع ده مسكته غسلته هسيبه يتهوى عشان ايه هنشفه. طبعا بقى خضار الشتا زي ما انتوا عارفين، كل سنه وانتم طيبين. الشتا بيبقى خضاره كتير وحاجته كتير وحلوه وايه، ولازم نستغل كل حاجه. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب كده ربنا يعودها علينا وعليكم وعلى الناس كلها بألف خير وسعاده يا رب. هنا بقى نبتدي مع بعض الروتين بتاعنا النهارده واكلتنا النهارده البسيطه، وتعالوا خليكم معانا ونشوف هنكمل ازاي. هنا بقى ايه، بصوا السبانخ هي بقول لكم انا نقعها في شويه ميه عشان ايه تبقى تمام، وحط عليها حبه خل. كل الحاجات دي حط حبه ميه بحبه خل، لان ايه يعني عشان ننضفها ونظبطها، يعني ايه تبقى ايه محطوط لها حبه خل كده يطهروها اهو. هنا بقى ايه هبتدي الم الحاجه معاكم ايه اللي انا حطيتها في الحوض دي، اركن بس الحاجات دي على جنب، ونبتدي بقى ايه نشتغل مع بعضينا كده. انا الحاجات دي يعني الخضرة والحاجات دي خضرة محشي، انا برضو جايباها، قلت هنقعها واقطعها واشيلها برضو في الفريزر. والسبانخ نفس الوضع، غسلتها وقطعتها وشيلتها برضو ايه في الفريزر. يعني طبعا بيبقى زي ما انتوا عارفين الشتا مش مضمون وكده، اي وقت يكون في نطرة في حاجة او انتي مش قادرة تنزلي او كده، يكون عندك حاجة في التلاجة تقدري تطلعيها وتعمليها. ماشي. هنا بقى ايه قلت بقى ابتدي معاكم كده، دخلنا على المواعين بتاعتنا، نمسك بقى حاجتنا كده ايه نغسلها. هنا في الوقت ده انا كنت شغلت السخان عشان اقدر ايه اكمل الحاجات دي. اليوم ده كان ساقع شوية وانا ما قدرتش احط ايدي بصراحة في المية كتير، قلت بقى لازم ايه جه وقت السخان لازم نشغله اهو. هنا بقى ايه بصوا بقول لكم انا جايبه اوكسي، ده طبعا منتج مصري وكلنا بنشجع ايه منتج بلدنا. هنبتدي بقى كده بايه حتة سلكة حلوة والليفة بتاعتنا، ونبتدي بقى ايه نشتغل. انا قلت بقى ابتدي بالازاز الاول قبل ما يتكسر، يعني الازاز والصيني والحاجات دي، وبعد كده ايه نمسك الالمونيا، او بسرعة بسرعة حاجتنا برضو ايه هتخلص اهو. والحاجة طبعا يعني مش ما فيهاش زفارة ما فيهاش حاجة، فايه عادي هنغسلها ونشيلها. كل الحاجات دي كانت العشاء بتاع بالليل والفطار بتاع الصبح، وقلت بقى اما اقف اشتغل بقى اعمل حاجتي، همسك بقى ايه كله كده مرة واحدة اقوم ايه غسلاه اهو. لباقي السلستين وكله كده مع بعضه اهو. امسك برضو الكوبايات. هنا ما فيش زفارة ما فيش حاجة، فانا ايه عادي يعني لباقي الاول الكوبايات الاول الاتنين هيتغسلوا اهي. والكنكة كمان اهي. عايزه اقول لكم اني شجعني اني اقدر يعني اكمل الحاجات دي كلها اني شغلت السخان. والله لو ما كنت شغلت السخان لو عملت ايه ما كنت همد ايدي فيها. انا عندي ايديا من ميه الساعة عشان السكر بتتعبني، فالحمد لله على كل حال. والنبي انتي عسلية كده، ربنا يحميكي وينجيكي. يلا صلوا على النبي يا جماعة في الكومنتات كده واذكروا الله، وادعوا كده يا رب ان هي تكون سنة جديدة كلها خير يا رب كده على الناس كلها وعلى الأمة العربية، ويصلح حالنا وحال الأمة العربية وبلادنا يا رب وكل الدنيا يا رب، ويعدي على خير اهو. بصوا الحوض ما فيهوش حاجات كتير خلاص اهو. هو عشان عندي الحلة بتاعت الحوض صغيرة فباين ان الحاجة فيه كتير، لا ما هي مش كتير ان شاء الله.
وانتي بقى قومي بقى لو وراكي حاجه ما تكسليش. عندك برضو سخان، اول ما هتشغلي هيساعدك ان انتي ايه تخلصي حاجتك. انا ما بشغلوش الا في الضروره بس، غير كده انا على طول طافياه. كفايه ان الفاتوره بتاعته بتيجي غاليه، يعني هنحاول نلم الدنيا باي طريقه. الحمد لله على كل حال. اهو بص لميت الحوض اهو، خلصت كله. احط بقى الحاجه اللي انا ايه غسلتها بقى فيه عشان اشطفها، بس الم المعالق دي عشان ما تضيعش مني وتوه. لا همسكها المها كده واظبطها وايه ونشوف هنعمل ايه. طبعا لو في رزايه او حاجه كده او كده طبعا بعرف المها على طول عشان ما تنزلش في الحوض تسده. لا احط بقى الحاجه اهي تشطف. يلا خلينا حاجتنا الحمد لله ايه حلوه نضيفه زي الفل. نعوزها لاي حاجه ولا كده تكون ايه تمام. اهو دي برضو صينيه صغيره كده بعوزها. نحط بقى اللي بقى مع بعضيها كده برضو ايه تشطف، والميه نازله كده تغسل معانا على طول، ما ناخدش وقت ولا حاجات كتير. اهو نرص كله كده مره واحده ونشطف. عايزه اقول لكم النهارده الجو كان عمال ينطر كتير، الحمد لله على كل حال. اللهم اجعله صيبا نافعا كده يا رب. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده متصور في يوم وتسجل بعديها بكام يوم، وربنا معانا بقى ايام امتحانات بقى وانتوا عارفين اللي اتفضى بقى. يلا بقى ربنا معانا ومعاكم كده، ويا رب يجعله بالنجاح والتوفيق للكل يا رب، ويعطي كل واحد اجتهد وعمل يعني تعب في مذاكرته وكده. ربنا ان شاء الله يجازيه كل خير ويجازيه على تعبه ده خير ان شاء الله. ونفرح كده كلنا بعيالنا كده وبالشهادات بتاعتهم ان شاء الله. او هنا بقول لكم هخلصها. هنا بقى ايه كنت مسكت الحوض خلصته، همسك بقى ايه الخضار بتاعي ده بقى. طبعا نقعاه، بصوا الميه نازله عامله ازاي. اهو اطلعه بقى كده بعيد عن الميه اللي كلها طينه دي، اصفيه في مصفى. اهو ابعده كده وادلق الميه اللي كلها طينه دي. امسك الطبق بقى اشطفه حلو قوي عشان ما اخليش فيه طينه ولا فيه حاجه. شطفت الطبق كويس، هرجع احط فيه المصفى وهيتملي. هغسل بقى الخضره كده تاني كده بقى، حتى لو في طينه نزلت ولا حاجه تبقى بعيد عن الخضره، وامسكها اقلبها وكده. اهو بص خليت الحوض زي الفل. وانا بقول لكم ما تنسوش اللايك. اهو بصوا بقى الميه دي بقى كده اما اغسل الخضره فيها كده ارفع وانزل كده. اهو بصوا الميه نفسها بصوا عملت ازاي برضو. هنا بقى ايه هشيل الخضره مفيش حاجه تبقى مضايقاني، او ارفعها بالمصفى واخد الميه اللي في الطبق برضو ايه اهي هدلقها، وارجع برضو اشوف الطبق التاني من الطينه اللي بتبقى فيه. اهو هنا بقى بقول لكم افضل اغسلها لحد ما تبقى زي الفل وارجع لها. هنا كنت خلصت الخضره، خدت بقى ايه السبانخ. برضو اخدها كده من على الوش كده عشان ايه لو في طينه ولا حاجه تحت في الطبق ما تجيش تاني في الايه في الخضار بتاعنا. او امسكها برضو ارفعها وارجع ايه ادلق الميه. وبص الطينه ارجع برضو نفس الوضع كده بقى ايه. بتغسلي حاجه كويس وبتسهلي على نفسك بقى ايه، بدل ما كل شويه معلش تشيلي وتحطي وكده. لا اهو بتسهلي على نفسك كتير والحاجه معانا تبقى زي الفل. هنا بقى ايه هنبتدي بقى ايه اكلتنا الحلوه اللي ايه تمشي معانا في الجو الجميل اللي احنا فيه ده. بصوا بقى
هنا بقى انا جبت ايه، بطاطاية حلوة كده ماشي، وبصلاية، بقية البطاطاية بنتها الصغننة، وادي بصلاية كمان مش هنحرمها من حاجة، وادي 3 جزرات اهم، وكوسيتين، وحبة توم. التوم ده برضو هشطفه واخليه ايه في المصفى. هنسكت على كده على النعمة ابدا. امسك بقى الخضار بتاعي ده كله ايه، اغسله واظبطه ونشوف هنعمل ايه. هنا كنت بقول لكم هروح اجيب طماطميتين. حلوه طماطميتين دي وتايتين ماشي. اهو جبت كام قطايه برضه اغسلهم معاهم اهو. امسك بقى كل حاجه بايدي كده اغسلها حلو كده اهو. انا طبعا مقشره الكوسه والبطاطس والجزر والبصل وكل ده متقشر، امسكه برضو ايه اشطفه كده بايديا لان بيبقى فيه رمل رفيع كده اهو. خليناها ايه زي الفل الحمد لله. نكمل بقى نعمل ايه بقى، هنجيب حله حلوه كده اهو، حلتنا الجميله دي نحط فيها شويه ميه. عايزه اقول لكم انا اول مره في حياتي اعمل عدس بميه، انا طول عمري بحب اعمله بشوربه، بس انا للاسف ان اليوم ده ما كانش عندي شوربه ولا شايلاها ولا كنت عامله عليها حاجه، فانا قلت بقى ايه هعملها بميه ايه المره دي، وزي ما تطلع ان شاء الله بس يا رب تطلع حلو. عايزه اقول لكم يعني ما اختلفتش كتير، بس برضو ام شوربه احلى اهو. هنا بقى حطيت حبه ميه، اجيب بقى سكينه وامسك بقى الخضار اللي عندي ده اقطعه كده ايه مكعبات صغيره اهو. امسك بقى ايه الجزر كده اقطعه بقى ايه حتت صغننه كده اهو. كده كده هو ايه هيستوي قوي ايه وهيتضرب في الخلاط اهو. وكوسه حلوه برضه اهي. امسك بقى كله كده ايه اقطعه واظبطه ونكمل. وادي البطاطسايه برضه، يعني بصي بقى لو عيالك ما بيرضوش ياكلوا الكوسه او الجزر او الحاجات دي هتحطيها لهم في قلب العدس، مش هياخدوا بالهم منه برضه ايه هيبقى استفادوا منها. وكل ما الخضار بيبقى كتير كده في العدس بيديله طعم احلى، غير اما يكون عدس وجزر بس كده والبصل والثوم. لا بجربيه بالطريقه دي ان شاء الله تعجبك وبقولي لي رايك ايه اهو. واحط برضو حبه جزر حلوه برضو عشان يديله لون حلو اهو. بقى القوطه بقى ايه اظبطها برضو كده اهو. كده بقى ايه حطيت الجزر بقى والكوسه والبطاطس وكده، حسيت ان الميه كتير هفضي منها شويه. لسه بقى هنجيب ايه الحاج كبير ارمي بس ايه اللي طلع من القوطه اهو. جبنا العدس بقى ايه نغسله. العدس ده بقى خد مني حبه غسيل حلو لان كل ما اغسله الاقيه لسه الميه بتاعته ايه يعني زي ما اكون مطربه كده ومرغيه. فضلت بقى حبه حلوين كده اغسل فيه عشان ايه يبقى نضيف معايا ويبقى زي الفل اهو. ادلق الميه وارجع اغسله تاني اهو. افضل بقى ايه اغسل فيه كده انا مش عارفه. بصوا الميه نازله منه عامله ازاي. كل ده بقى بغسل فيه كده عشان يفضل معايا ايه زي الفل.
هنا بقى كنت غسلته وحطيته على الحاجة، وكنت صفيت المية اللي قلتلكوا عليها. هرجع بقى ايه احطه على النار اهو. هنا بقى ايه حطيته، قلت بقى اغير ايه كادر الكاميرا شوية كده، وحطيته هسيبه بقى يغلي شوية. بصوا هنا بقى ايه كان ايه غالي اهو. انا في الوقت ده عايزه اقول لكم ان انا بعمل بسرعه بسرعه قبل ما النور يقطع. قلت عشان ايه لو قطع مش هعرف اضرب العدس ولا كده، عايزه الحق اضربه بسرعه ايه في الخلاط. هنا بقى ايه جبت حله تانية كبيره حلوه كده، هحط فيها سمن، والتانية دي برضه هحط فيها سمن. انا بقى هنا بحب العدس اعمله بصلصه مش دقه توم وبس، لا هنا بقى ايه كنت مقطعه ايه كام مكعب سمنه برضه هنا اهو. هنا بقى ايه كنت حطيت التوم برضه، وهنا ايه حطيت حبه شعريه. يعني بصوا بعمل الاتنين مع بعض عشان ايه انجز بقى بسرعة والحق اخلص اهو. هنا بقى اطفي التوم ده بشوية خل صغيرة اهو، وحبة بقى القوطة كده عليها. يا سلام، حبة صلصة تمام اهو. حبة صلصة بقى تمام. هحط عليهم حبة كمون وفلفل اسود. انا كده كده حاطة ملح على ايه على التوم. بصوا بقى هنا انا كنت ضربت العدس، اتحمرت الشارع وضربت العدس وحطيته عليها، وحطيت عليها فلفل اسود حبة كمون وحبة بهارات، وادي الصلصة برضو وادي الكمون وايه والفلفل الاسود اهو. ومسكت ده قلبتها، وده برضو ايه هقلبها تاني، واسيبه بقى ايه على النار يغلي كده عشان الشعرية اللي جوه ايه تستوي. وحطيت مكعب ماجي. ابص الشعرية لسه كتلت معايا، بس هفضل بقى ايه اقلب فيها عشان زي ما انتوا عارفين انا بصور وبعمل كل حاجة ايه بايد او ايد كده. امسكه بقى اقلب فيه شويه لحد ما ايه يفك معايا ويبقى زي الفل. هنا بقى جبت عيش، انا ما بحبش احمص العيش انا قطعته بس ايه في سلطانيه صغننه كده حلوه، ومسكت العدس حطيته عليه واحط عليه بقى ايه حب الصلصه واقلبه، والف هنا وشفا. يلا سلام.